نعم. هذه القصة الآن القادمة. أولا بني المصطلق قد رد حديث غزوة بني المصطلق الغزالي الكاتب الذي كان شديد اللسان أو الصولة على أهل الحديث، يسخر بهم ويرد حديثهم بالباطل والأوجه الفاسدة والآراء الكاسدة. فمن ذلك أنه قال في مقدمة السيرة لكتابه، قال: الحديث إذا ما وافق عقلي ولو كان في صحيح البخاري رددته، ومن رد السنة فقد رد القرآن. قال: كيف النبي يغزو بني المصطلق وهم غارون ويسبي نساءهم ولم يدعوهم للإسلام؟ والحديث في البخاري في غزوة النبي بن المصطلق. والجواب عن الغزالي نقول: جهلك هو الذي عمى بصيرتك حتى رددت الحديث، فإنه قد خرج الإمام أحمد في المسند بإسناده إلى عبد الله بن عباس قال: ما غزا النبي قوم إلا دعاهم، يعني قبل أن يغزوه. وتذكرون علي ماذا قال له كما في صحيح مسلم، قال: إذا امضي على رسلك، أو فإذا نزلت بساحات فادعهم الإسلام، فإن أبوا فأمرهم بالجزية أن يدفعوا عن يدهم صغيرون، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كون خفي عليك هذا الحديث، نعم، لا يعني أن ترد هذا بعقلك، إنك لست من أهل العلم أولا. ولا يجوز لأحد أن يقول: طيب عائشة رضي الله عنها قد قالت لما روي عندها الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة الرجل، أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه: إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود. فقالت: أساويتمونا نحن النساء بالكلاب؟ فهذا يختلف، فلا يجوز أن ينتصر لمثل هذا المعتدي على السنة بمثل أثر عائشة. لأي شيء؟ لأن عائشة كانت من أهل العلم، وهي مؤهلة للاجتهاد في الحديث. أما هذا الرجل لا يعرف الحديث وليس من أهله، فليس له أن يتقحم حجبه فيتكلم فيه بلا علم.